هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله بصحة وعافية يا ربي. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم ينعاد عليكم ان شاء الله بصحة وعافية يا رب العالمين. اليوم جيتكم عمل الفلافل بالمنزل، ان شاء الله تعجبكم. هنا عندي هذا الجريش اني لقطته وغسلته ونقعته بالليل، وهسه راح اخليه وياكم وعلى الطريقة وللآخر. هنا هسه نحطه احنا بمحضرة الطعام، بعدها نضيف عليه المكونات. تمام حبايبي، ممكن تجيبون حمص عادي تنقعوه وتحطون عليه سودة وتنقعوه اذا ما عندكم هذا الجريش. واللي عنده هذا الجريش هم يصير. فاني هذا عندي غسلته، يعني اللي ما يعرف يستخدمه هو ممكن يصير تشريب، ممكن هاي احنا حنستخدمه نسوي بيه الفلافل. ان شاء الله يا رب يعجبكم هذا الفيديو حبايبي، وادعوا بهاي الايام المباركة ان شاء الله يستجاب دعاءكم حبايبي. هنا عندي هذا البصل، وهنا الثوم، هاي بيضاية، وعندي هنا الملح، وعندي كمون، هنا بهارات، وهنا عندي ملح ولا من سودة العفو، وسمسم وكمون. هسه هاي الخطوة، هاي محضرة الطعام. راح نضيف هنا، تضيفون الكمية مو تضيفوها كلها، ضيفوها تدريجا لأن يحمى الجهاز هذا، وعلى كيفكم بيه. فسووها يعني إذا شنو الكمية اللي عندكم، ممكن سووها 3 أقسام أو 4 أقسام. وإذا شفتوها يعني ما انخلطت زين ناشفة، تضيفوا عليها مي، يعني المي الكمية حسب الكمية انتم حطيتوا شقد حتقسموها. ممكن ربع قلاص من المي على مود تصير شلون الطرية، يعني الليونة بيها زين. بعد ما تضيفون الثوم والبصل، واللي ما يحب البصل اللي يضيفه يضيف ممكن الثوم او كرفس اذا عندكم. حتى اللي ما يحب الثوم ممكن يضيف كرفس. فهنا ينطيه طعم وكل زين، يعني بفوائد، وانتو اعراف يعني هاي الشغلات، يعني من الثوم والبصل والكرفس زني وفائدة، كلهم بيه فوائد، وما يصير انتفاخ لأن البقوليات تسوي انتفاخ. فهنا أنا بعد ما هاي أول وجبة قسمتها، وإذا ما عندكم محضرة الطعام ممكن تسووها بالخلاط، بس راح يصير عندكم كلش لينة بالخلاط. ممكن من تجون تقلوها ممكن تضيفون وياها طحين إذا ما عندكم، يعني إذا ما عندكم محضر الطعام. شوفوا هاي الكمية حبايبي، بعد حسوج باللخ. إذا ما عندكم محضرة الطعام ممكن بالخلاط مال عصير وتضيفون عليه لا ما تضيفون، يعني تخلون مي همينة بس حيصير عندكم طري يعني. بعدها تخلون ممكن شوية طحين عمل تلزمها، لأن إذا تقلوها راح يشرب الزيت كليته، حتصير كلش يعني مليانة زيت. فالطريقة الصحيحة هي محضرة الطعام. هاي بعد ما جهزت الوجبة الثانية، هاي وهاي الكمية اللي نقعتها. هذا ما راح اقليه كله، اني نصه راح افرزه ونصه راح اسويه. النص اللي تفرزوه لا تخلوا له كل شيء، لا تخلوا له لا ملح ولا سودة ولا اي شيء، تخلوه مثل ما هو سادة. من تجون تطلعوه وتستعملوه حطوا له هاي المواد كلها. اللي راح استعمله اني واقلي راح اضيف عليهن هذني المكونات اللي قلت لكم عليهن: السمسم والسودة والكمون والملح، واي بهارات ممكن عندكم، وبيضاية. البيضاية تعطيها طعم وقرمشة يا حبايبي. ممكن تضيفون تسووها بيديكم تكوروها، وممكن اذا عندكم مال فلافل، ماكينة مال فلافل اليدوية، بعد تخلون الطاوة على النار، تكون النار حارة كلش، الزيت مالها حار، يعني العفو الزيت حار.
وتنصون عليه، وبعدها تضيفون الفلافل بهذا الشكل. فلافل على ايدكم بالبيت ونظيفة وبركة وتعرفون ايش حاطين بيها ما حاطين بيها حبايبي، كميتها كبيرة وطعم، يعني طعم فشي رهيب. هاي سويت هالوجبة، شوفوا حبايبي الشكل شلون مشكل يشهي شكله، حتى مقرمشة. وهنا سويت الطماطة. وهاي العنبة أنا سويتها بالبيت. العنبة تجيبوها طوز من العطار، أي عطار، وتقولون ما أريد عنبة، ممكن اللي ما يحب حار يجيبها باردة، وتفوروها، تفورون مي حار وتضيفون ايش قد تكون كمية وتعوفوها يعني بطاسة وتديرون عليها مي حار، والعنبة هي طوز، وتخلوها فد ربع ساعة راح تثخن عندكم وتصير العنبة جاهزة. هنا أنا عندي هاي الفلافل والعنبة، وهذا يا خبز، ومليون ألف عافية حبايبي، مع السلامة.